بسم الله الرحمن الرحيم. المنصورة قالوا عن جمالها كتير، بس احنا فعلا بنشوف جمال المنصورة ما يوصفش. النهاردة أمسية للشاعر الكبير إبراهيم رضوان في مكتبة المنصورة، مكتبة مصر. موجود العديد من الشعراء، كل واحد جاي هيقدم الجديد والعديد. ومعانا شاعر من شعراء طلخة والمنصورة هيعرفنا بنفسه. عرفنا بمعاليك. أحمد سالم، من شعراء بني تاجة تبع نادي أدب طه خميس. النهارده احتفالية زي دي، ومعظم زمايلك طبعا كل واحد هيقدم في حب مصر أكيد. الجديد والعديد. واحنا شايفين الفرقة قاعدة بتتمرن على الأغاني كلها مصرية. والنهارده 7 أكتوبر، كل سنة وانت طيب. تقول ايه معاليك النهارده واحنا المنصورة بتشهد تاريخ بحالها؟ كفاية أوي جمال المنصورة ونيل المنصورة، كفاية المعركة الجوية في 6 أكتوبر اللي غيرت المجرى بتاع المعركة كلها. يعني والنهاردة بسم الله ما شاء الله، يعني في مناسبة جميلة جدا، احتفالات 6 أكتوبر، ومعظم الشعراء موجودين من جميع المحافظات الداخلية ومحافظات الجمهورية. احنا بنروح مكاتب كتير في القاهرة، صحيح معظمها طل على النيل، معظمها جميل، بس احنا شفنا مكتبة المنصورة مميزة. مميزة. تقول ايه الميزة اللي فيها؟ اللي كل وعلى مدد لا، بسم ما الشوق شاء الله. إيه، جمال. جمال وتقعد ونقي وجميل ونظافة، ومفيش أجمل من كده بصراحة. يعني المنصورة فعلا عاصمة الجمال. عاصمة الجمال، عاصمة الثقافة. هم قالوا عن أجا رقم واحد في الشعر. ماشي، ما فعلا لا، ما طبعا أجا فيها شعراء كبيرة وعظماء كبار، يعني بسم الله ما شاء أنا الله. رحت اه. مؤتمرات كتيرة في اه. القاهرة، قالوا إنما أجا فيها لا شعراء، لا فيها بسم الله ما شاء الله. شعراء لا اه اه يحسب، اه. لا يعني لا. اه. محطوطين في قاموس الشعر في الوطن والعالم كله. طبيعي طبيعي، والمنصورة معروفة إنها عاصمة الثقافة كلها. مش أجا بس، أجا وطلخة والمنصورة وبني عبيد، منية الناصر، كل اسماعيلية، لا بسم الله ما مراكز شاء الله. اه المنصورة. اه. في رأي حضرتك مركز إيه اللي بيشمل جمال زي جمال المنصورة كده بالظبط؟ في الدهلية مفيش غير المنصورة. هي عاصمة باسم الجمال والروعة. تقول إيه اللي في المنصورة؟ وعايزين نسمع حاجة النهاردة، أنت جاي طبعا هتقول حاجة، عايزين نسمع حاجة بجمال المنصورة. جوه إن شاء الله من غير مقاطعة بإذن الله. إن شاء الله. هنسمع منك حاجة ماشي. بإذن الله، وبإذن الله بنوري المشاهد إن المنصورة مش عاصمة الجمال بس، ده روعة. عاصمة الثقافة و... كمان. وكل اللي يبقى قاعد في المكتبة دي يحس بفخر، يحس فعلا ان الوضع حجر الأساس كان حلوان كان حلو. صنعها حبكة ودراما وفيديو وحاجات وشكل تاني، صنع فيها الجمال والروعة. في الأبل، لو احنا واخدين في البحر، أبل البحر دي مدينة طلخة، و... ودي اللي جنبها بالظبط ايه. دي النوادي كلها اللي طالعة من طرفها على نهر النيل. احنا شفنا المنصورة بتمتاز بالجمال، وطلخة بتمتاز بأشهر نوادي على مستوى الجمهورية كلها. فيها كل النوادي تلاقيه، ايش أطباء وشبه صيادلة وش مهندسين، وكل نادي له شكل من جمال المنصورة. المنصورة بتتكلم عن نفسها، بتتكلم عن روعتها، بتتكلم عن التاريخ اللي صنعوه فعلا ناس كانوا بيصنعوا حضارة وفن وجمال. سعدت بيك، كان معي الأستاذ مجدي سالم، سعدت بيك.